السلام عليكم يا شيخ احيه. النبي يقول لي والنبي لو سمحت هو المعبر مقفول؟ يبقى مصر اللي قفلاه يا عم. المعبر اتفتح يا عم والمساعدات كلها عماله تخش. مساعدات مش كفايه وقليله ومصر تعلن ارقام مضروبه. انا مش عارف يا شيخ انت واخد كل المواضيع على طيبه قلبك ليه؟ خلاص يا سيدي هنزود المساعدات بالاسقاط الجوي علشان الناس كلها تاكل. مساعدات جويه ايه يا راجل انت؟ المساعدات بتقع فوق راس الناس. حرام عليكم في ايه؟ عايزين تموتوهم؟ طب انا مش عارف هنعمل ايه في امك. اخدهم عندنا يا عم الضاني يا سنه حوسي يا حنتاه. هتهجروا السكان وتصفوا القضيه؟ ما هو انا بصراحه مش عارف اعمل لك ايه. انت هتجنن امي يعني. خلاص نسيبهم في مكانهم ونرفض التهجير. حلو كده يا شيخ احيه. تسيبوهم في مكانهم يا كفره؟ عايزين تسيبوا الناس وما تساعدوهمش؟ هتتخلوا عن الناس والقضيه؟ انا مش عارف نظريه جحا اللي ماشيه في دماغي. يعني اركب الحمار ولا امشي جنب الحمار ولا اشيل الحمار وامشي؟ انت ايه يا عم الشيخ احيه في ايه؟ طب اقول لك يا سيدي ايه رايك نعمل ثوره ونمشي السيسي؟ ايوه كده يا اخي الكريم خلي الكلام يحلو. ابتديت تنصر القضيه. القضيه دي تبقى اما انت راجل شيخ احيه صحيح. غور يا عم بوشك ده يا عم غور. الراجل ماشي خالف تعرف تقول له خضرا يقول لك صفرا، تقول له زرقاء يقول لك بني، طب حمرا شيروها له.